إنه لمن دواعي سرورنا وعظيم فخرنا أن يكون بيننا أول العالم الإسلامي في حفظ القرآن الكريم، الشاب الذي يعد فخرا لكل شباب القرية، بل شباب مصر كلها، بل شباب مصر كلها، مع من نفخر به في كل مكان، لأنه قدوة حسنة ومثل أعلى مع من فتحت له الكعبة المشرفة ونال الجائزة الكبرى، وقال هو عنها إنه لقرآن كريم. مع السيد الأستاذ محمد جبر يلقي كلمة الوفاء والعرفان للجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدسه ويصل بنا إلى مرافع أنسه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منقذ جنه وإنسه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهما بنفسه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، عدد خلق الله ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا من قلت في حديثك الشريف: صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100 مرة، ومن صلى علي في اليوم 100 مرة زاحمت كتفه كتفي في الجنة يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أردت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أساتذتي الكرام، إنني أشرف بالوقوف في هذا المكان لأعبر عن جيل بأكمله. لقد تعلمنا جميعا على يد هذا الأستاذ الفاضل، وقد أطنب الإخوة الحاضرون في الحديث عنه وتكلموا عنه كثيرا، ولكني أريد أن ألقي الضوء على جوانب خفية في حياة هذا الرجل. وينشئ واحد الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الأستاذ إبراهيم بسيوني الدرديري هو الذي تنسب إليه أو ينسب إليه إنشاء هذه الشروح التعليمية، فالله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. كنت جالسا بالأمس مع أبي أتحدث معه عن فضائل الأستاذ إبراهيم بسيوني الدرديري، وإذا هو يذكر لي أن الأستاذ إبراهيم البسيوني الدرديري ما هو إلا نقطة في بحر أبيه، نقطة في بحر أبيه. كان هذا الرجل أول من خط بالقلم في هذه القرية، وكان أول من علم أبناء العلم حتى صار قدوة ومثلا يحتذى به. إنني من هذا المكان أرسل تحية عطرة إلى روح المغفور له الأستاذ بسيوني الدرديري، وندعو الله تبارك وتعالى أن يفسح له في قبره مد بصره، لأنه قدم إلينا هدية عظيمة وأسدى إلينا خدمة جليلة. أشهد أن الأستاذ إبراهيم بسيوني الدرديري تميز بصفتين ربما لا يعلم الكثيرين أن هذا الرجل كان له شرف الدفاع عن وطنه. فالأستاذ إبراهيم بسيوني الدرديري ليس من أولئك الذين تخلوا عن خدمة وطنهم حتى أقيلوا من مجلس الشعب،
ولكنه رجل أدى هذه الخدمة بإجلال وتقدير عظيمين. أدى الخدمة في الفترة من عام 65 إلى عام 68، وهي ما تعرف تاريخيا بفترة التنوير. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي أود الحديث عنها عن رحابة صدر هذا الرجل. دائما وأبدا أتناقش معه وأدخل معه في نقاش عنيف وحاد. الأستاذ إبراهيم بسيون الدرديري لا يسلم عقله لأحد. دائما ما أجري حوارا معه فيقول لي إذا رآني متكاسلا أراه يربط على كتفي، يقول لي ليس هذا شأنك، بل شأنك أن تكون في عنان السماء. حينما وفقني الله عز وجل للفوز بالمركز الأول على مستوى العالم الإسلامي في القرآن الكريم بمكة المكرمة، إذا بالأستاذ إبراهيم بسيون الدرديري أول من يعانقني وأول من يهنئني على هذه المنحة العظيمة التي قلما يهبها الله تعالى لأحد. أشهد الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى من على جيلي بالذات بأساتذة فضلاء. منا من تعلمنا منه سمو الخلق، ومنا من تعلمنا منه قوة الشخصية، ومنا من تعلمنا منه العلم الغزير. وإذا بالأستاذ إبراهيم بسيون الدرديري يجمع بين كل هذه الصفات جميعا. حق لنا أن نحتفل به. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان لا يخاف في الله لومة لائم. هذا الرجل لم يهزه التغيير ولا التبديل ولا تغيير الكراسي، ولذلك فإنني أقول له وأقول له دائما ومن الجميع دعوة قلبية يحلو بها الترتيل: ابدأ مع الله المهيمن رحلة فيها الهدى والتوفيق والتعويل. اسأله عن الفجر واطرق بابه، فالله معك موفق ووكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.